احنا بنعمل دايما اختبارات سمات شخصيه لكل المدربين اللي بيدخلوا عندنا. في مجموعه سمات شخصيه يحب ان هو يكون في ظهر القائد، وفي سمه من سمات شخصيه او نمط لا انا اصلا مش عايز اظهر في الصوره. هي دي اللي زي ال MBTI تقريبا. ايوه الله ينور عليك، الMBTI ده نموذج قياس سمات الشخصيه، بيوضح لك دايما نقاط القوه ونقاط الاختلاف بينك وبين باقي الناس، مش نقاط الضعف، لان ربنا ما خلقناش بنقاط ضعف، فهو بيجيب لك النقاط الفطريه اللي موجوده عندك. بعد ما بتعرف النقاط الفطريه بتعرف والله انا شخص خيالي ولا واقعي، انا شخص عاطفي ولا حازم. شفت غير صوته ازاي وهو بالحزم؟ مرعب والله. اما قعدت اقرا شويه في الموضوع بتاع الMBTI ده، لقيت ان في كمان ناس اصلا يعني بداوا ياخدوا الصحابه ويبداوا ان هم يطلعوا كاركترستكس كده من شخصياتهم، وبدأ يعملوا اختبارات ويقول لك انت قريب من الصحابي مين، فاقرأ في السيرة بتاعته اكتر فتبدأ تتعلم اكتر فتركب على الشخصية دي اكتر. الموضوع زي ما انت قلت فعلا هو 99% منه اكتساب، بس انا بقى مختلف معاك في حاجة، يلا بينا. ان 99% منه اكتساب ده لحد لسه بيستارت، لكن مع المرمطه بتاعت السوق انت غصب عنك بقى ايه، تبدا بقى تلاقي 1% دي بقت 2%. دخلت اجتماع مع كلاينت ولا حاجه فلا ما عجبوش ليه، وانت عامل ارقامك ودنيتك الشكل بتاع البرزنتيشن مش حلو.